هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. نتكلم فيها عن ردود الفعل وتأثير موضوع محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في القاهرة على مصر وعلى المجتمع المصري بشكل عام، وعلى مسألة إثارة الفتنة وما إلى ذلك. وعملنا حوار مع سفيرنا في واشنطن السفير محمد توفيق، وقال فيه كلام مهم. وبعد كده كان المفروض ان في يعني حوار بيجمع ما بين طرفين او شريكين في المجتمع، شريك مسلم وشريك قبطي. المسلم كان هو نادر بكار متحدث باسم حزب النور السلفي، والقبطي كان هو الناشط السياسي المعروف جورج اسحاق. والاثنين الحقيقه مصريين، وكنت انا الحقيقه مع فريق الاعداد عايزين نعرف هم وجهه نظرهم ايه في اللي بيحصل، وازاي ممكن نلم الشمل ونلم الموضوع ونحاول ان احنا نحتوي هذه الجراح، ونعترف كلنا بان في حد بيعبث بالملف الطائفي ومش مفروض نديله فرصه وما الى ذلك. الحقيقه فوجئت بان نادر بكار قال لا انا مش جاي على هذا الاساس ومش عايز اطلع مع جورج اسحاق. طبعا وصلتني المعلومه غلط، وجورج اسحاق رد فعله كان قال وانا كمان مش طالع معاه، وحصل توتر كبير. الحقيقه ما كان احوجنا خالص ان احنا نوضع في هذا الموقف، بس الحقيقه يعني انتهى الامر وظهر الضيفين معا وعملنا الحوار. بس السؤال ايه المفاجاه اللي حصلت في كواليس هذا الحوار؟ ايه رايكم لو نتابع هذا التقرير اللي أعده عن حلقة امبارح محمد حكيم؟ المسؤولية الوطنية والإعلامية معنى نفتقد كثيرا هذه الأيام، لكنه تجسد بوضوح في فقرة برنامج مصر الجديدة أمس، التي جمعت بين الناشط السياسي جورج إسحاق والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكار. فبكار رفض قبل بداية اللقاء مباشرة الظهور مع إسحاق في فقرة واحدة، وطلب أن يظهر كل منهما بشكل منفرد. وفي الأول أخذ منك تعقيب بلا تجريح على رفض نادر بكار الظهور في حلقة أنت طرف فيها. أنا ما أعرفش. يعني هم بياخدوا مواقف متشددة. هل هي مواقف تعصبية؟ أنا ما أعتقدش إن هم وصلوا لهذا المرحلة. أنا أعتقد إنهم تطوروا بشكل هايل جدا، ولكن موقفه غريب الشكل، وأنا يعني مستاء جدا من هذا التصرف. ويبدو أن كلام إسحاق جعل بكار يشعر أن موقفه قد فهم بشكل خاطئ، فقرر بسرعة التراجع عن هذا الموقف. الإعداد بلغني إن حصل خطأ. طب لما عرف إن أنا موجود انسحب ليه؟ لا ما انسحبش. يعني خلاص ما انسحبش. لا هو كان بس بيتشاور معاهم مع فريق الإعداد. اضرب النموذج بقى ان انت راجل ديمقراطي وبتقبل الآخر، ما تقولش بقى أنا همشي. لا أنا ما قلتش همشي. امال؟ أنا قلت مش همشي، أنا قلت يعني مش هشارك في حلقة انت مش هتمشي كده. وهو هينضم لنا في الحوار. وافق الأستاذ جورج، خليكم معانا بعد الفاصل. أستاذ جورج إسحاق ونادر بكار والعبد لله، اوعوا تروحوا في أي حتة. وفي أثناء الفاصل شهدت كواليس مصر الجديدة لقطات عكست بحق المسؤولية المتبادلة من كلا الطرفين، بكار وإسحاق. يعني أنا متذكر أول لقاء كان التوتر شديد، كان التوتر طب كويس يا نادر، مش أنا قلت تطوروا. النقاش دار بعد ذلك بين جورج ونادر، وأبرز الكثير من الأفكار والمعاني، لكن المعنى الأهم قطعا كان في ظهور الاثنين معا بطريقة حضارية عكست بحق المسؤولية الوطنية والإعلامية. جمعناهم مع بعض، ما حصلش اي مشكله، بس وكان نفسي ان احنا نوريكم سلموا على بعض ازاي، ما فيش اي مشكله خالص. اتنين مصريين والمذيع مصري كمان وانتم مصريين. الى اللقاء. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة،
هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا. الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.